بس يكون المطبخ نظيف قلبي بيكون مرتاح، وبس يكون المجلى فاضي بالي بيكون فاضي. لو مهما كان عندي شغل تاني بالبيت، المطبخ هو الأهم. المطبخ هو الأساس، لازم يكون نظيف وعم يلمع كل الوقت. لهيك بكون كتير حريصة أني خلص كل شغل المطبخ قبل ما أنام، مرتبة كل الأشياء بمكانها، كل غراض بمكانه. كل ما كان المطبخ منظم والأشياء مرتبة، بيكون الشغل علي سهل خلال النهار، خاصة أنا وعم جهز الغداء أو بيكون عندي تصوير وصفة، بكون عم بشتغل وأنا مرتاحة. وطبعا أكيد هذا الشي بيستنزف مني طاقة كبيرة ومجهود كبير، بس دائما بكون مبسوطة وأنا عم بشتغل، خاصة أنه بكون كل النهار لحالي بالبيت. لهيك بشتغل وبكرس كل جهودي أنه يرجعوا ولادي على البيت ويلاقوا كل شي جاهز، البيت مرتب والمطبخ نظيف، وريحة الأكل اللي بيحبوها فايحة، ويحزروا شو هي الأكلة من وقت بفوتوا من الباب. بستمتع وقت بشوفهم مبسوطين، وبنسى كل التعب اللي تعبته خلال النهار. وحالتي هي حالة كل أم، همها الأول والأخير سعادة أهل بيتها. كلمة ربة منزل ما بتعني امرأة عاطلة عن العمل، بالعكس، بتعني امرأة عندها مسؤولية كبيرة وهدف بتسعى كل يوم لحتى تحققه. لهيك الله يقدرنا دائما ويعطينا الصحة لحتى نحقق أهدافنا كأمهات ونشوف سعادة أهل بيتنا على طول.